السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة كاسات الجيلي بالفاكهة او كوبايات الجيلي كده بالفاكهة. حاجة سهل وبسيط، اي حد يقدر يعمله كده. لو بنوتة كده 10 سنين تقدر تدخل المطبخ وتفرح بقى ماما كده، وتفرح ان هي قدرت تعمل حاجة كده بسيطة وسهلة ترطب على القلب، سهلة وبسيطة خالص. تابعوا معايا الفيديو كده، خطوات خالص بسيطة. قبل ما نبدأ الفيديو صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. لكن بقى كتير في البداية كده انا معايا باكيتات اللي هي الجيلي، جيلي فراولة. ممكن تستعملي اي نوع جيلي انت تحبيه، مانجا، اناناس، آه، كانتالوب، المتاح عندك. يعني اي جيلي كده انت بتحبيه، اي نكهة تحبيها استعمليها. ببتدي اضيف معايا كده على حسب الكميه اللي انا عايزه اعملها. طبعا العبوه بيبقى مكتوب عليها بتاخد معانا كوبايتين من الميه، كوبايه ميه مغليه وكوبايه من الميه المتلجه. طيب انا ضفت معايا هنا باكيتات الجيلي بالشكل اللي انتوا شايفينه. ضفت معايا 4 باكيتات من الجيلي. هضيف عليهم كوبايه من اللي هي المجات بتاعه الشاي دي، هملاها سكر. طيب ضفت ليه هنا؟ لان انا بحس ان الجيلي بيبقى محتاج تسكيرة شوية، احنا بنحب نسكره كده شوية تاني. ضفت معايا هنا 4 أكواب من المية المغلية بالشكل اللي انتم شايفينه. هدوب كده اتأكد ان السكر وحبيبات الجيلي دابت معايا خالص تماما، زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. طيب بعد ما دوبت معايا الجيلي بالشكل ده كده، هبتدي انزل عليه بالمية المتلجة كده، ويستحسن تكون ايه مكعبات من التلج. تأكد معانا ان الجيلي كل حبيباته دابت معانا تماما. هضيف معاكم دلوقتي المية الباردة او المية المتلجة كده. يستحسن زي ما قلت لكم ان هي يكون فيها مكعبات من التلج. شايفين انا نزلت معايا هنا بالميه، ميه متلجه. الازازه دي كانت في الفريزر، فيها كده ان هي ايه، شبه ان هي كانت هتبقى متلجه معايا كده. الازازه دي تعادل معايا 4 أكواب. ضفتها كلها. كده الجيلي بقي معايا بدرجه حراره المطبخ. لازم كده اسيبه كمان تاني 10 دقايق على المطبخ عبالك ما اقطع معايا الفاكهة، علشان اتأكد من ان الجيلي برد معايا خالص كده تماما، علشان لما احط الفاكهة ما ما يسلقش معايا الفاكهة كده ويبوظ معايا الفاكهة ويهريها معايا خالص. الفاكهة هنا المتاح عندك بقى، انا كان عندي موز وتفاح. هبتدي اقطعهم معايا كده شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا الجيلي زي ما قلت لكم برد معايا تماما. هبتدي انزل معايا بالفاكهه، هقطعها شرايح بالشكل ده كده. هخلص بقى كل كميه الفاكهه معايا كده، الموز والتفاح. هحط الكميه المناسبه دي على حسب طبعا راحتك انتي. ممكن هنا ان احنا نقشر التفاح، بس انا عملته هنا بقشره. هضيف كل كميه الفاكهه المناسبه اللي انا عايزه اضيفها بالشكل. بعد ما ضفت معايا هنا كمية الفاكهة كلها، هبتدي اجيب معايا هنا معايا كوبايات اللي هي البلاستيك بالشكل ده كده. آه، ممكن انت طبعا اي كاسات، آه، كاسات متوفر عندك، اطباق المتوفر عندك او المتاح او اللي انت تحبي تحط فيه زي كده. بس انا حبيت ان انا احطها في كوبايات بلاستيك زي كده. استعمال يعني ان هو ايه، تبقى آمنة على الأطفال وكده،
وتستعمل مرة واحدة وخلاص، على كده هنستغنى عنها. هبتدي اعبي معايا كل الكاسات بالشكل اللي انتوا شايفينه. هدخلهم معايا بقى ايه، التلاجة من 4 ل6 ساعات لحد ما يتماسك معايا الجلي. طعمه طبعا طعمه خيال كده بالفاكهة. سهل وبسيط وبيرطب على القلب. اتمنى ان انتوا تجربوه بنفس الطريقة، على سهل وبسيط خالص كده. اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى طبعا مش مشترك في القناة يشترك وفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل على خير في فيديو جديد بإذن الله.